أحيانا تنكشف لنا بعض الأقنعة بمن وثقنا بهم واعتقدناهم أهلا لوقتنا ومحبتنا، ومنحناهم مفاتيحنا والقدرة على إيذائنا. هنا لا تبدأ بجلد الذات والبكاء على الأطلال، بل تعلم الدرس وتذكر أن ذلك الابتلاء الذي كشف لك الكثير من حولك لم يكن صدفة، كان هدية من الله لك. فاحمد الله على ما حدث، واحمد الله على أنك لم تبقى مخدوعا. يقولون الوقاحة هي أن تنسى فعلك وتحاسبني على ردة فعلي، يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هناك كثيرون في هذه الحياة يحبون لعب دور الضحية، فيلعبون على وتر العواطف عندما تتم مواجهتهم بالحقائق. أشخاص متلونون، كاذبون، مخادعون، وبأخطائهم لا يعترفون، يعتقدون أنهم أذكياء بينما هم للأذكياء مكشوفون. كن قويا ومحترما، إن أخطأت اعتذر، وإن أسأت اعترف، ولا تكن مثل الأفعى، سمك قاتل ومظهرك ناعم وتبدو مسكينا وحتى حنونا.